الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربنا أنزلت فينا كتابا كالشمس وضحاها، وتركت فينا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كالقمر إذا تلاها. من اتبع الهدى عاش في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن الذكر تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله يقول جابر بن سمرة: جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أضوأ من القمر ليلة التمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الحديث: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. فواحش، سيئات تؤدي بصاحبها إلى جهنم، والله تبارك وتعالى يوضح لنا ذلك بالبعد عن هذه الفواحش وهذه المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. على المسلم الحق أن يتحرى ذلك بإبعاده عن هذه المحرمات الذي تؤدي به إلى جهنم والعياذ بالله. ولذلك هناك من أمة محمد أناس لهم حسنات، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، كجبال تهامة، حسنات كثيرة، فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، كأنه ما عملش حسنات. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لثوبان: يا ثوبان، إن من أمتي من لهم حسنات كجبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا لعلنا نعرفهم، عايزين نعرفهم. قال: والله إنهم لمن جلدتكم ويعملون بأعمالكم، ولكنهم لما بيروحوا
بيوتهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قدامك مؤمن كامل الإيمان، وإذا خلا بمحارم الله انتهكها، لأنه جعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. يبقى في ناس على ملتنا وعلى عقيدتنا ويصلون معنا، ولكنهم إذا ذهبوا إلى بيوتهم وخلا بهم الليل انتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى. حسناتهم فين؟ هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك منصور بن عمار رضي الله عنه وأرضاه كان مصاحبا لأحد الرجال، بيصلي معاه ويصوم معاه ويقرأ القرآن معاه، فسأل عنه فقالوا إنه طريح على فراش الموت، رايح يزوره. من أخلاق المسلم إن يزور أخاه المسلم وهو مريض. ودخل منصور بن عمار على هذا الرجل مسجي في صحن داره، نايم على ظهره، اسود وجهه وغلظت شفتاه، وهذه علامة من علامات موت الكافرين. فقال: يا هذا أكثر من قول لا إله إلا الله. فقال: يا منصور، هذه كلمة قد حال الله بيني وبينها. مش عارف يقولها. قال: وأين الصيام؟ وأين الصلاة؟ وأين القرآن؟ قال: يا منصور، كل ذلك كان لغير الله، فإذا رجعت إلى داري أرخيت السطور وشربت الخمور وبارزت ربي بالمعاصي، فابتلاني ربي بهذا المرض. فقلت لابنتي: ناوليني المصحف، فناولتني المصحف، فقرأت في المصحف ورفعته إلى السماء وقلت: اللهم يا جبار السماوات والأرض، اكشف عني ما أنا فيه ولا أرجع إلى ذنب أبدا. فكشف عني ربي، ولكنني رجعت إلى ما كنت عليه من المعاصي. إذا ذهبت إلى داري أرخيت الستور وشربت الخمور وبارزت ربي بالمعاصي، فابتلاني ربي بهذا المرض برضه. رجع تاني، فقلت لابنتي: ناوليني المصحف، فناولتني المصحف، فقرأت في المصحف ورفعت المصحف إلى السماء وقلت: إلهي وسيدي ومولاي، اللهم يا جبار السماوات والأرض، اكشف عني ما أنا فيه ولا أرجع إلى ذنب أبدا. فكشف عني في المرة الثانية، ولكني رجعت إلى ما كنت عليه من المعاصي. والثالثة تبته، خلاص. فابتلاني ربي بهذا المرض مرة ثالثة، فقلت لابنتي: ناوليني المصحف، ففتحت المصحف لأقرأ فيه فلم يتبين لي حرفا واحدا في المصحف. فرفعت المصحف إلى السماء وقلت: إلهي وسيدي ومولاي، اللهم يا جبار السماوات والأرض. فسمعت مناديا ينادي: تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للذنوب إذا برئت، فكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت، أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على البلايا قد دهيت. وفاضت روحه إلى الله. إصرار على المعصية. أنت ممكن تلاقي المؤمن حوله من المعاصي ما حوله،
لكن بتبقى نبتة طيبة في هذا البيت. ولذلك بيت من قال أنا ربكم الأعلى. انتوا عارفين مين اللي قال أنا ربكم الأعلى؟ فأخذه الله في بيته نبتتين طيبتين، في بيت فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. انتوا مش شايفيني؟ ينبت عنده نبتتان، مشطة بنات فرعون وامرأة فرعون. ولذلك الماشطة دبيت مين؟ دبيت من يدعي الربوبية، بتمشط لبنات فرعون. فسقطت المشطة على الأرض فقالت بسم الله. فقالت البنت تقصدين الفرعون؟ قالت لا، ربي وربكم ورب الفرعون هو الله. شوف الإصرار على الطاعة، شوف المؤمن لا يغيره أحد ولا تحركه العواصف ولا الرياح. ربي وربكم ورب الفرعون هو الله. بلغوا فرعون باللي بتقولوا الماشطة فأحضروها. من ربك أيها الماشطة؟ أنت ربك مين؟ ربي وربكم ورب الفرعون هو الله. فأوقدوا النيران وأتوا بطست مليء بالزيت، وغلى الزيت وسار الزيت كالنار تماما بتمام. وأوقفوا المرأة وأبناؤها الثلاثة، معها 2 كبار ولها رضيع على صدرها. مسكوا الولد الأولاني، من ربك أيها الماشطة؟ قالت ربي وربكم ورب الفرعون هو الله. فألقوا بابنها الكبير في هذا الزيت المغلي حتى طفى عظامه على سطح الزيت. ومسكوا الولد الثاني، من ربك أيها الماشطة؟ قالت ربي وربكم ورب الفرعون هو الله. فألقوا بالولد الثاني في الزيت المغلي فطفحت عظامه على سطح الزيت. وسألوها عند الثالث، من ربك أيها الماشطة؟ وهو رضيع على صدرها، وأخذوا منها الرضيع فدمعت عينها ونظرت إلى الصغير، فنطق الصغير بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون، وقال لها اثبتي يا أماه فإنك على الحق المبين. صبر، قوة، إيمان، اطمئنان، يقين. الدنيا هتذهب وكلنا هنروح، لكن كلنا معروضين أمام الله يوم القيامة، والموت مش هيسيبك، ما سايبكش ولا سايب حد خالص إلا الملك بس. كل شيء هالك إلا وجهه. في بيت من قال أنا ربكم الأعلى. ونموذج ثاني، امرأة فرعون آسية آمنت بربها، شهدت بوحدانية الله عز وجل. يعمل ايه الفرعون؟ احضر الناس، ما هي ديت ان امنت هيامن وراها الامم بعديها. احضر الناس واحضر لها جزارا يذبحها، ووقف الجزار ليذبحها، وضجت ملائكة السماء إلهنا مولانا. فقال يا جبريل اذهب إلى آسية وسلها أي شيء تطلبيه. فسألها جبريل أي شيء تطلبيه يا آسية؟ قالت أطلب بيتا. فصعد جبريل وقال إلهي وسيدي ومولاي، بلاؤها عظيم وصبرها شديد وطلبها حقير. قال له انت تفكر عايز البيت فين يا جبريل؟ امضي يا جبريل إليها وسلها في أي مكان هذا البيت. فسألها جبريل فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق، إيمان،
إيمان بالله عز وجل. لكن احنا إيمان ضعيف، إيمان عقيم، وإسلام عقيم كإسلام فرعون. ما فرعون أسلم، قال الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كلام. عايزين المؤمن يكون مؤمن، لا يتزعزع المؤمن. يا سيدنا الفضل بن عياض كان عاصيا لله عز وجل، قطع طرق وحرامي، وذهب في يوم من الأيام ليسرق، رايح يسرق، وصعد السور وإذ بصاحب البيت يصلي وسمعه يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ خلاص ما أنش الأوان. لا، فبكى الفضل بن عياض وهو عاصيا لله وقاطعا للطريق وذاهبا للسرقة، وبكى وقال بل آن يا رب، بل آن يا رب، بل آن يا رب، ونزل من على السور فصار عبدا من عباد الله الصالحين. رجال من المؤمنين، رجال. وأين الرجال من المؤمنين؟ رجال كانوا رجالا. وأين في هذه الأيام الرجال الذين قال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.